طب دلوقتي احنا هنطبخ ايه؟ ومحدش يقول لي ايه السؤال التافه ده. لا هو مش تافه، معلش حلوا لنا مشاكلنا كسيدات. هو تافه بالنسبه لكم، حلوه لنا بقى. عشان اطبخ ايه دي اصعب من الصيام نفسه. يعني الصيام سلس ولطيف وربنا يقوينا عليه. اللي بينكد علينا حياتنا هو هنطبخ ايه. فكره ان انا اقوم افضل 3-4 ساعات اقعد افكر هطبخ ايه. انا طبخت كل الوصفات اللي اعرفها واللي ما اعرفهاش وخلصتها في ال10 الاوائل. هنكمل بقيه الشهر بايه بقى؟ ها؟ يعني انا حاسه ان هيجي لي تخلف لا ارادي من كتر ما انا بفكر انا هطبخ ايه كل يوم. حاسه ان هقف زي كلب البحر اقف اسقف بس عشان انا مش عارفه هطبخ ايه. ومحدش بيساعدني. كل ما اسال حمودي افندي بعلي وزوجي يقول لي اعملي اي حاجه. ويا ريت اي حاجه بتجيب نتيجه. بعمل له اي حاجه كده واعمل وصفات يجي يقول لي ما لقيتيش الا الاكله دي اللي تعمليها. طب بتضيقوها علينا ليه؟ ما تساعدني حضرتك، قول لي هطبخ كذا او هعمل كذا ووفر الطلبات اللي هتطلبها. يعني انا مش مصباح علاء الدين جاي احقق لك امانيك. يا توفر الحاجات اللي انا هعمل بيها. اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. ها؟ يا ما تقعدش بقى تديني طموحات كده ولما اجي اقول لك مش موجوده في البيت تقول لي خلاص عني ما اكلت. فحلوها معانا الله يكرمكم. عشان الموضوع متعب ومؤذي نفسيا اكتر من المواعين اللي بتبقى في الحوض بعد الفطار والسحور. هنطبخ ايه؟